بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم راح ندير لكم وصفة تقليدية تاع الأجداد، وصفة بنينة بزاف ومغذية. تبعوني الآخر. عندنا 3 كيلات سميد، كيلة فرينة، الملح، وقليل من خميرة الخبز وقليل من السكر. تلميهم بالماء، ماء عادي دافي، وتتحصلي على عجينة ما تكونش لينة، تكون قاسية شوية. تحطيها في ساشي، ديري لها شويه ماء. نروحو نديرو المرق هو عباره عن بصل مقطع رقيق، الدجاج ولا لحم ولا شحم اللي عندك، حمص هذا رنختو من الليل، 2 ملاعق طماطم مصبره، وتقلي مليح، تقلي في ذاك الزيت باش تجي المرقه حمراء ويجي عندها الوجه الاحمر ذاك الفوقاني. كل ما تقلي كل ما تجي مليحه هذا المرق، الشوربه هذه. ديري طماطم حب ترحيها وتضيفيها، والبهارات ملح، راس الحانوت، فلفل اسود، كركم، فلفل احمر عكري، فلفل حار اللي حب يزيد. البهارات ترجع لكم. نمرقوا بالماء الساخن، لازم ماء ساخن. عندنا هنايا تشيشه ولا كما يقولوا في المشرق البرغل. عندي انايا خلطت بين الفريك وبين الشعير، تيشة الشعير اللي هي المرمز. تغسليهم وتضيفيهم للمرق نتاعنا، وتضيفي معاه شويه ماء سخون لخطره هي تشرب وتخثر باش تجي سوا. هنا كاين اللي يضيفوا الفول اليابس، كاين اللي يضيفوا اللفت، كاين اللي يضيفوا صحاب الفرماس والهرماس. هذه يفهموها غير صحاب كسرة وتيشة الحقانيين. انا ما عنديش وما ضفتهمش، تجي هايله. وفي الاخير نضيفوا فلفل حار يزيد لها البنه. هاي العجينه تاعنا بعد ما 3 مرات ولا 4 وانا نحيها من الساشي، نعجنها ونضيف لها الماء ونزيد نرجعها. هاي رجعت هايله معجونه مليح. ديريها كويرات وديري من الزيت، تغطيهم تخليهم يرتاحوا 10 دقائق، ومن بعد تبدي تحلي. انا درت هنايا هذا ماشي فطير تاع الشخشوخه، هذا سبيسيال بالوصفه هذه. 3 كريات فقط، ديري بيناتهم الزيت، تفتحيهم وتطيبيهم. يجي رقاق، هذا رقاق، يجي رقاق الله يبارك، يجي مليح. ها هو يا طاب، شوفوا الله يبارك جا مورق. شوفوا كيف التورق نتاعو، شوفوا ها تاكلي غير حتى وحدو هايل. هذا الرقاق هذا تقدري ديري بيه حتى شخشوخه، تاكليه مع اي مرقه تجوزي به. هنا راح نديرو نسقو. ها ورا الرقاق فتتو متوسط، وتسقي بهذيك الشوربه تاع الفريك والمرماز اللي هي التشيشه، احنا عندنا نقولوا لها بوتشيش. تسقي مليح. هذا الطبق بنين بزاف. هذا من وقت جدودنا بكري كانوا يطيبوه، مغذي، يوالم فصل الشتاء، يدفي. سيرتو اذا درتي له شويه زيت زيتون مع الحراره مع الحار تجي هايله بصحتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.